السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. وعاودت رجعت لكم بفيديو جديد. في الفيديو تاع اليوم راح نخدموا مع بعضنا هذا الرشمه، راح نخدمها معكم من الالف الى الياء، وراح نقسم لكم لا فيديو الى جزئين هكذا باش ما تجيكمش طويله، وفي نفس الوقت كل تقنيه نعطيها حقها. ونبداو لا فيديو تاع نهار اليوم البنات. اول حاجه نهضر لكم عليها هي الرشمه. منين جبتها؟ الرشمه هزيتها من لابليكاسيون بينترست اللي كنت هضرت لكم عليها من قبل، اللي قلت لكم باللي فيها الاف تاع رشامي. تلقاو هذا النوع من الرشامي، تلقاو رشامي اللي مخدومين خالصين، يعني تلقاو واش حبيتو برك. تيليشارجيو لابليكاسيون بينترست عندكم وحوسوا على الرشامي وتديوهم لاي سيبر ولا غير في الدار اللي عندها امبريمون تقدر تمبريميها. البابي كاربون ننصحكم يكون في الابيض، علاه لانه الابيض ما يوسخلكش القماش تاعك. القماش والفيزلين ولا لا توال كولونت كما كنت هضرت لكم في لا فيديو اللي قبل هذه نخليها لكم لتحت في صندوق الوصف. والقلم هذا افاسابل اللي يتباع في المكتبات عادي، اللي ما تعرفش دير عليه كابتور وتديه للمكتبه تقولوا هذا ستيلو افاسابل اللي يتفاصى بالحديد ولا بالسيشوار، يعني بفعل الحراره. ديروا عليه كابتور البنات وديوه لاي مكتبه راح تلقاوه يتباع. طريقة الرشيم البنات كنت درت لكم عليها فيديو من قبل، باش ما نبقاش نعاود نخليه لكم لتحت في صندوق الوصف. ونبدا نخدم معكم الرشمه تاع اليوم. كيما ولفتوا الخدمه معايا نبداها ديما بالحاجه السهله اللي هي اللصقه. نحط اي حاجه تستخدم باللصقه هي الاولى، ومن بعد نرجع للبرا والخيط. اليوم راح نخدموا مع بعضنا بلونجاسات في لونين. لونجاسات هادو في الاصفر وفي الوردي راح نخدم بلونين مختلفين، ونقفلهم بالموزون اللي يجي بومبي. نظن انه السلعه عرفتوا تعرفوها سي بون، ولفتوا تشوفوها معايا. واللي البنات اللي شافوا لا فيديو تاع السلعه من قبل راهم على بالهم باللي درت لكم فيديو على السلعه والاسامي تاعها كل حاجه وكيفاش تميزوا بين الحر والماشي ماشي حر. اللي مازال ما شافتش لا فيديو نخليها لها لتحت في صندوق الوصف. وجاوني بزاف اسئله البنات انه هاد لي موتيف اللي راني نخدم بهم واش راني ندير لهم. ما راني ندير بهم حتى حاجه البنات. هاد لي موتيف راني نخدم فيهم جوست باش نعلمكم. هادو راهم فيديوهات تعليميه بالنسبه للبنات اللي قاعدين يدخلوا عندي ويقولوا لي وقتاش راح ديري الدوره. علاه تحوسوا على دوره اللي تكون بالدراهم وكاين التعليم مجاني في اليوتيوب. هاد الرشامي البنات وهاد الشيء اللي راني نشارك فيه معاكم راه عباره عن دوره تعليميه مجانيه في اليوتيوب. يعني تقدري هكا تشوفي واش راكي واش خدمت معاكم رشمه، وتروحي انتي تشري طرف قماش ابيض ولا ماشي شرط تشري اي قماش عندك في الدار تقدري تخدمي عليه هذا الرشمه، وتبداي تتعلمي شويه بشويه. تقدري ديري خاصيه تبطئي الفيديو، يعني تنقصي الفيديو السرعه تاعو وتتعلمي بشويه بشويه تشوفي وتطبقي في نفس الوقت. هادو كامل البنات فيديوهات تعليميه اللي تقدري برك تنوضي تجيبي البرا والخيط وتشري شويه سلعه كيما ديما نقول لكم وتطبقي وانتي تعلمتي وانتي في الدار بلا ما تخرجي بلا ما ديري دوره اللي تكون بالدراهم. وهنا البنات راح نخدم معكم التقنيه تاع الريشه. هاد الريشه اللي كنت درت لها في الوسط هاد الحجره، يعني الريشه اللي تجي من داخل هي بعد معمره. الطراساج راح يكون بالكاسي كما راكم تشوفوا، وفي النص كاينه هذيك الحجره. وفي نفس الفيديو يعني في نفس لا فيديو تاع اليوم راح نخدم معكم الريشه اللي تجي كامل بالكاسي. كنت خدمتها معكم من قبل في هذوك الفيديوهات اللي تحذفوا لي، وحبيت نعاودها معكم بالتفصيل في هذا لا فيديو. واللي حبت تتعلم لا باز تاع البيغلاج ولا تاع التنبات تتعلم بالكاسي، لانه الحجر البنات ولونجاسات وهاد الحوايج الكبار راهم ساهلين باش تخدميهم. برك تعرفي كيفاش تخدمي الريشه بالكاسي، اللوايه بالكاسي، القناويه بالكاسي. هادو كامل راح نخدموهم مع بعضنا في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. برك انا علاه نخدم معاكم طول هذا الرشامي، لانه ماشي شرط نبداك كمبتدئه نقول لك هكا نخدموا الريشه وهكا نخدموا اللوايه وهكا نخدموا القناويه. لا نقدروا نخدموا مع بعضنا رشامي وفي نفس الوقت انتي تتعلمي. هنا راح نعطي لكم الريشه اللي تجي بالقصب شويه طويل. راح ندير حبه تاع سمسم هذا اللي جاي في الغاز شويه كبير، وحبه تاع عقاش كما راكم تشوفوا، ونميل بشويه بشويه حتى نكملها. نظن انه لا فيديو راهي واضحه، نخليكم تكملوها.
واذا حبيتوا البنات ندير لكم الريشه والقناويه واللوايه بالتفصيل في فيديو وحدهم قولوا لي تحت في التعليقات، اكيد راح نلبي لكم الطلب تاعكم. ونقطة مهمة تاني البنات اللي هي هاد النوع من الرشامي وين نقدروا نطبقوه. البنات انا نحب ندير معكم هكا افكار، يعني نشارك معكم طريقة تاع الخدمة ونخلي لكم حرية الاختيار. راهي اي رشمة نشاركها معكم تقدروا ديروها فواش حبيتوا. هذه نقدر نخدم فاست كاراكو كامل بنفس الموتيف، يعني تكون فاست خفيفة. هاد الخدمة تجي في الوسط وتجي باينة وشوات تعاود، يعني هاد لابياس تعاوديها شحال من مرة. نقدر تاني نديرها في جلابة تكون في جهة واحدة ولا في زوج جهات، نقدر نخدمها في جيلي اللي يكون تاع حضور ولا في عباية، ولا نقدر نديرها في قندورة اللي تكون تاع مناسبات، يعني هكا تاع عرضة تاع عقيقة تاع هكا المناسبات هذو اللي نقدروا نلبسوا فيهم هذا النوع من الجبب تاني تجي هايلة. انا نشارك معكم الطريقة تاع الخدمة وانتم تقدروا تطبقوها على اي حاجة حبيتوها. وهنا البنات شاركت معكم لي زيستراس كيفاش لصقتهم كامل باللصقه، واكيد لازم نعاودهم بالبرا والخيط كما راكم تشوفوا في لا فيديو. وهنا راح نشارك معكم الريشه كما قلت لكم اللي تجي كامل بالكاسي. راح ندير اول حاجه حبه في هذا الكاسي اللي جاي في اللون ماغو، ومن بعد ندير هذوك الغوز هكا راح تجي شغل الريشه تاعي مطراسيه كامل، الراس تاعها في الماغو والباقي والقلب يعني تاعها كامل يجي في الغوز كما راكم تشوفوا. هنا في كل مره نهبط بحبه تاع كاسي وندخل البرا كما راكم تشوفوا في لا فيديو، نزيد نهبط بحبه كاسي ندخل البرا وندير الكاسي تاعي ونعاود ندخل البرا كما راكم تشوفوا. في كل مره نميل غير شويه، يعني نميل غير بحبه تاع كاسي هكا باش تجيني الورقه تاعي ولا الريشه تاعي واضحه ومطراسيه طراساج قد يعني ماهيش مايله وماهيش معوجه. واللي عندها اي سؤال البنات ولا اي استفسار على مشروع البيغلاج ولا كيفاش ندير مشروع بيغلاج، اذا حبيتوا نهضر لكم في هذا الموضوع كيفاش نبدا مشروع تاع بيغلاج سواء كنت نعرف نخيط ولا ما نعرفش، كيفاش نبدا الخدمه كمبتدئه، كيفاش نسوق لروحي، راح نهضر لكم كامل هذه النقاط في الفيديوهات الجايين. برك شجعوني وما تنسونيش باللايك والبارطاج والتعليق المشجع. وكانت هذه لا فيديو تاع نهار اليوم البنات. ما تنساوش كما قلت لكم تخليوا لي تعليق المشجع واللايك، واستناو الجزء الثاني تاع هذا الرشمه في الفيديو اللي من وراء هذا. هنا نخليكم نقول لكم الى اللقاء.